هي عملية زراعة القرنية دي نوع واحد ولا في منها أنواع؟ دلوقتي مع التطور الكبير اللي حصل في المجال الطبي ومجال جراحة القرنية بشكل خاص، حصل تنوع كبير في عمليات القرنية، وظهرت عمليات أكثر تقدما تغلبت على عقبات كتير كانت بتواجهنا في بعض العمليات. عندنا العملية الأساسية طبعا وهي الزراعة الكلية للقرنية، ودي بنحتاجها في الحالات اللي طبقات القرنية كلها اتأثرت ولابد من استبدالها كاملة. أما لو تضررت إحدى طبقات القرنية فقط فنستطيع ان احنا نبدل الطبقات المتضررة فقط. على سبيل المثال لو تضررت الطبقات السطحية فقط نقدر نعمل عملية زراعة جزئية أمامية المسماة بالدلك أو السلك. أما لو تضررت الطبقات الخلفية فقط من القرنية نقدر نعمل عملية زراعة جزئية خلفية للقرنية وهي عملية الديميك أو الديسك. واختيار نوع العملية بيتم من خلال الكشف الطبي على المريض وعمل فحص مناسب للقرنية عشان نقدر نقرر للمريض نوع العملية المناسب.